ولكن ما كناش ساكنين فيها بوحدنا، كانت قبيله كامله ديال الجن ساكنه معنا في نفس الدار. قال ليه راه عائلتك كامله ممسوسه بالجن، وبدا الفقيه كيصرع في العائله كامله. قال لنا حاجه صدمتنا صراحه، قال لنا كاينه قبيله كامله ديال الجن ساكنانا كاملين الا انا. ما كنتش كنتخيل شي نهار انه غادي نعشق ونتزوج جنيه. جاتني فاتين بواحد الصوره كتخلع وديال بصح، نط من النعاس بالزربه وديك النهار ما قادرش نتحمل. صافي قلت مع راسي هذا الموضوع اليوم خاصو يسال. اشنو؟ كما سمعتي كلب وسط البحر. الباطو ديالنا اصلا ما فيش الكلاب، جاب كلب وسط البحر. تصدمت حيت لقيت النائب والسيد اللي خليته معاه لاصقين مع بعضياتهم وما قادرينش يتحركوا من كثره الخلاء. مشيت لبيتو وحليته. فيصل ما كانش في بلاصتو وما حسيت براسي حتى طحت في الارض ونعست في البلاصه. وقالت لي كيف ما حرقتي لي قلبي يا زكريا قسما بالله حتى غادي نحرق لك قلبك. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. أخباركم خوتي؟ نتمنى تكونوا كاملين تمام الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير إن شاء الله. كما العادة اليوم جبت لكم قصة حقيقية لواحد الشخص سميته زكريا. اش وقع لزكريا وللعائلة ديالو مع الجن، واشنو وقع لزكريا بوحده مع جنية عاشقة. أحداث صراحة مثيرة مشوقة مرعبة ورومانسية. قبل ما نبداو، هذا ثالث فيديو عندي في هذه القناة، بغيتكم تدعموني باش نقدر نكمل وبارطاجيو الفيديو اذا ما عجبكم. بدينا مشينا. انا سميتي زكريا من عائله فقيره بزاف. الفقر ديال العائله ديالي كان كيبان ليا في الضحكه ديال الوالد ديالي وحتى في الابتسامه ديال الوالده ديالي. الوالد ديالي سميتو حمادي والوالده سميتها مريم. الوالد والوالده الله يعمرها دار. ملي كنقول الله يعمرها دار وكنقول هاد الهضره ماشي كنشكرهم حيت هما الوالد والوالده، لا، حيت هذه هي الحقيقه اللي شفتها بعينيا. شفت الوالد ديالي كيحرم راسو من بزاف ديال الحوايج باش يخليني احسن واحد قدام صحابي وقدام الناس ديال العائله، وشفت الوالده كتحرم راسها حتى هي من بزاف ديال الحوايج محتاجاهم غير باش تخليني ضاحك وفرحان وما ناقصاني حتى شي حاجه. العائله ديالي ماشي انا الدري الوحيد اللي عندهم، كاين خويا هشام واختي اسماء، كانوا صغار مني، كنت انا هو الكبير فيهم. بدات القصه ديالي ملي كانت عندي 16 عام. اسماء كان صغر مني بشي 3 سنين تقريبا، وهشام كان صغر مني ب5 ديال السنين. الوالد كانت الخدمه ديالو بسيطه بزاف على قد الحاله الماديه ديالنا ماشي فقيره، تحت من الفقر، ولا تقدر تقولوا وناس معدومين ما عندهم حتى شي حاجه. ولكن والله ورغم الفقر اللي كنا عايشين فيه كنا حامدين الله على النعمه اللي عايشين فيها، وثيق بيا رغم الفقر اللي كنا عايشين فيه ورغم ذلك كنا محسودين حيت كنا فرحانين وحامدين الله، حيت كنا دائما ضاحكين رغم اننا ما كان عندنا والو حتى حاجه حرفيا، ورغم ذلك راضين وحامدين الله وشاكرينه. كان الوالد ديالي كيقول لي زكريا الا حسيتي بالنقص شوف راسك في المرايه، شوف ربي شنو عطاك وشوف النعم ديالو، البصر الذوق الشم والسمع، وانك انسان كامل مكمول ما ناقصك والو، واحمد الله على هاد النعم كامله اللي عطاك. النقص ولدي ما عمره كان سببه الفلوس، النقص الحقيقي هو اللي كيحس به بنادم الداخل ديالو. رضى بالقليل غدا غادي يجيب الله الكثير. حلم وخدم وتكرفس باش تحقق الحلم ديالك. زكريا ولدي عرف غادي يجي واحد النهار اللي غادي تضحك فيه على هاد الايام اللي كتعيشها، ولكن ولدي ضروري تحقق الحلم ديالك، ضروري تقاتل باش توصل للهدف ديالك. الخدمه ديال الوالد كانت حمال في المرسى. المدينه اللي كنسكنوا فيها مرسى، والوالد ديالي ملي كنت صغير كان كيديني معاه للمرسى، كنشوف الخدمه ديالو اللي كيخدم. ولكن ما عرفتش العذاب ديال الوالد ديالي اللي كان كيدوز في الخدمه ديالو حتى كبرت وفهمت. الخدمه ديال الوالد هي اقل خدمه كاينه في المرسى. ملي كانوا كيجيو الباطوات، هاد الباطوات كانوا كيكونوا عامرين بالسلعه. ملي كانوا الباطوات كيوصلوا للمرسى كيجيو الخدامه كيطلعوا للباطو وكيخويو السلعه، والوالد كانت هذه هي خدمته. الوالد كان ملي كيرجع من الخدمه كان كيجي مهدود مسالي، ما كيقدرش حتى يتحرك. حتى ديك الجلسه اللي كنبغيوه يجلسها معنا ما كانش كيقدر يجلسها معنا بكثره العيا. بسبب هاد الامور ممكن كاينين شي ناس كيتقلقوا منها، وكاين الى يومنا هذا
كيقولوا ان بانا ما شبعناش منه، ولكن انا هاد الامور عاوناتني باش نبني شخصيتي وخلاتني نبني هدف كبير ويكون عندي طموح كبر، وخلاتني نتقاتل باش نوصل للاهداف ديالي ونحققها. ملي كنت صغير كنت كنشوف في الوالد ديالي وكنقول ليه غادي يجي النهار غادي نخليك ترتاح، غادي يجي النهار اللي ما غاديش نخليك تضرب فيه تماره. كنا كنسكنوا في دار في حي شعبي، دار صغيره بزاف، الدار كامله فيها 2 بيوت صغار، حتى الصالون ما كانش عندنا. بيت كينعس فيه الوالد ديالي وبيت كنت كنعس فيه انا وخوتي. الدار اللي كنا ساكنين فيها من كثرة ما انها قديمه قسما بالله الباب ما كانش كيتسد. عاقل هذه ما عمرني غنساها في حياتي. قبل ما كنا كنعسو كان الوالد ديالي كيجيب البوطه الكبيره وكيحطها ورا الباب. كنت كنسول الوالد ديالي ملي كنت صغير واش ما خايفش يدخلوا علينا الشفاره. كان كيضحك وكيقول لي الشفار اللي غيدخل عندنا ولدي راه مسخوط الوالدين، حيت هو باغي يشفر ملي غيدخل عندنا وغيشوف حالتنا غادي نبقاو فيه، غادي يدور معنا وغادي يمشي في حالاته. بعض المرات الفقر كيكون نعمه وامان للناس الحمد لله، ورغم هادشي ما عمر طرات لينا شي حاجه بحال هكا. واش باقيين عاقلين؟ قلت لكم الدار ديالنا صغيره بزاف، يلا قدانا حنا وبزز، ولكن ما كناش ساكنين فيها بوحدنا، كانت قبيله كامله ديال الجن ساكنه معنا في نفس الدار. اش بغاو عندنا؟ علاش ساكنين معنا؟ هاد السؤال ما لقيتش لي جواب في هذاك الوقت. قبل ما نقول لك كيفاش الجن كانوا عايشين معنا وكيفاش عرفنا باللي راهم ساكنين معنا واخا ما عمرنا شفناهم، بغيت نقول لكم باللي الخدمه ديال الوالد ديالي في المرسى خلات الوالد ديالي مسطي على البحر. من كثرة ما عزيز عليه البحر الوالد ديالي كياكل غير الحوت، ماشي الحوت اللي كيشريه من الحوانات ولا من السناكات، لا الحوت اللي كيصيدو براسو. من غير الحوت اللي كيصيدو الوالد مستحيل ياكل لك شي حوت اخر. والصراحه كاين حتى واحد السبب اخر، حيت الحوت غالي والوالد ما يقدرش يشريه، والاعتراف هذا اعترف لي به حتى كبرت. هاد الحوايج اللي كان كيخبي علينا الوالد انا فرحان بهم اليوم. علاش؟ حيت ما عمرو بين لينا انه ضعيف، ما عمرني شفت وجهه الضعف. داكشي علاش كنفتخر به اليوم. الوالد من كثرة ما انه مدمن على الحوت الوالده عيات نفسيا ومرضات بسببه، حيت بسبب الحوت اللي كان كيجيب الوالد الريحه ديال الدار كامله كتولي خانزه. الوالده النهار كامل سانيكر وجافيل والبخور وكدور في الدار، لدرجه ان جيراننا من كثرة ما كيشوفوا الوالده ديما مشعله المجمر كان كيحسب لهم باللي سحاره. وهذا الشيء كامل بسبب الوالد والادمان ديالو على الحوت. واحد النهار ما عمرني نقدر ننساه، هذاك النهار الوالد جاب بزاف ديال الحوت وقال الوالده طيبي لينا شي شويه منه. الوالده ديك النهار واقيلا كان فيها الجوع بزاف، طيبت اكثر من قياسنا، شاطوا 2 حوتات كبار بزاف. المهم كلينا الحمد لله وشبعنا. الوالد شاف هذوك 2 حوتات شاطوا وقال الوالده صافي خليهم حتى الليل ونتعشاو بهم وننسوا. الوالده قالت لي صافي وداك الشيء اللي دارت. المهم داز النهار حتى وصل العشاء. داك النهار الجيران ديالنا وقيله كانت عندهم شي عراضه، المهم دقوا علينا وعطاونا طبسيل كبير ديال اللحم بالبرقوق. خديت من عندهم الطبسيل ودخلت. هذاك النهار بالنسبه لي انا والهشام والاسماء كان عرس، غادي اليوم ناكلوا اللحم. لحم اخوتي صراحه واخا كنا عائله فرحانين وضاحكين وناشطين ما كانش كيدخل الدار الا في الاعياد وفي المناسبات. واحد الحاجه اخر باش ارتاحوا من الحوت ديال الوالد اللي قارنا به، حطيت الطبسيل وسط البيت وعيط ليهم اجيو تاكلوا. انا راه ما غادي نتسنى حتى شي واحد. جا الوالد وقال لي اش واقع مالك كتغوت وفرحان؟ قلت لي اللحم الوالد اللحم، باغي تاكل زيد تاكل، ما بغيتيش الحوت ديالك راه كيتسناك في الكوزينه. الوالد جلس معنا ودخل طول وعرض في الطبسيل، والوالده جالسه كتنقر علينا. علاش؟ على قبل الحوت. اش هذاك الحوت غنلوحوه؟ اش نديرو به دابا؟ غادي غير يضيع. الوالد قال ليها ساهله طاحت ولقيناها، حطيه في الثلاجه وغدا نتغداو به. والوالده قالت لي واخا صافي. هزات الحوت وداتو وحطاتو في الثلاجه. جا وقت النعاس كلشي نعس. في الصباح فيقتنا الوالده باش نمشيو للمدرسه. ملي فقت سولتني وقالت لي زكريا واش كليتي الحوت اللي كنت حاطه في الثلاجه؟ قلت ليها لا البارح تعشيت نعست وكاع ما فقت بالليل. سولتها علاش ما جاوباتنيش وقالت لي نوض وجد كتوبتك. مشات عند هشام واسماء وسولتهم شكون فيكم اللي كلا الحوت اللي كان في الثلاجه. هشام كيشوف اسماء واسماء كتشوف في هشام. هشام قال الوالده ماشي انا، واسماء حتى هي قالت لها ماشي انا، حتى حد فينا. الوالده قالت لنا حتى باكم قال لي ماشي انا، يعني انا اللي كليته.
ولكن اخوتي الغريب في الامر هو ان الحوت تكال بارد، ماشي شي واحد خرجو وسخن وعاد كلاه، لا تكال كيف ما خرج من الثلاجه. لا واللي غريب كتر الحوت ما شاط فيه والو من غير الشوك، حتى العينين ديالو تكالو والجلده حتى هي تكالت، بقى غير الهيكل. مستحيل بنادم ياكل كل شيء وحتى العينين وما يخلي حتى فرتيته وما تطيح ليه حتى فرتيته. الوالد تعجب من القضيه، ولكن ذاك الوقت ما تسوقش بالمره. ولكن القضيه الثانيه اللي وقعت مع اختي اسماء، هنا عرفنا كاين شي سر عندنا في الدار اللي عايشين فيها. هذا السر ما عرفناش حتى طرات هذه القضيه. كنا ذاك النهار جالسين بالليل كنتعشاو. ذاك النهار كنا كنتعشاو في البيت ديال الوالد، كنا كاملين دايرين على الطبله. اسماء اختي ملي كتريح ما كتسكتش من الهضره، دو 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 دو، ما كتردش لسانها لفمها. مستحيل اصلا شي نهار تشوف اسماء اختي كتاكل وساكته، الا داك النهار اسماء كتاكل وما كتدويش. الوالد تعجب، قال لها انتي مالك اليوم ساكته، ياك ما واقع لك شي حاجه؟ اسماء ما هضرات ما تكلمات، شافت فيه واحد الشوفات غراب ورجعت كتاكل بحال الوالد ما هضرش معاها، كاع ما حاشاتو ليه كاع حتى لشويه. اسماء ناضت ومشات للطواليت. حاشاكم الطواليت كانت لاصقه في البيت ديال الوالد، البيت اللي كنتعشاو فيه، وكان الباب ديال البيت محلول. انا اصلا كنت مزير وكنت باغي ندخل الطواليت. اسماء دخلت للطواليت وطولات، ماشي طولات، غرقات في الطواليت. صافي انا ملي وصلت فيا العظم نتعدى للطواليت وبديت كندق عليها حتى حد ما كيجاوب. بديت كندق بالجهد ما بغاش تجاوبني. اسماء حلي الباب راني مزير. اسماء اشد البساله حلي الباب. اسماء واش كتسمعيني؟ والو، حتى واحد ما كيجاوب. هنا الوالد تخلع وحتى الوالده تخلعات، كلشي ناض كيدق عليها. حلي الباب، مالك اسماء اش واقع لك؟ الوالد بقى كيشوف وبدا كيدفع الباب بكتفه حتى تهرس الباب. والغريب اسماء ما كيناش في الطواليت. ولكن الفاجعه اللي صدمتنا اسماء ناعسه في البيت الاخر. هنا الوالده تصدمات، كيفاش؟ شكون اللي دخل للطواليت وشكون اللي سد الباب ديال الطواليت من الداخل؟ هنا الوالده مشات للبيت باش تفيق اسماء. اسماء 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 فيقي. اسماء ملي فاقت من النعاس قالت لينا اشنو واقع مالكم؟ قالت ليها الوالده اسماء كنتي معانا ملي كنا كنتعشاو ياك؟ قالت ليها لا. علاش نتوما كليتو بلا ما تفيقوني؟ يا قلت لكم فيقوني، انا راه كان فيا الجوع بزاف. هنا بديت كنشوف في الوالد وحتى الوالد بدا كيشوف فيا، وعرفنا ديك الساعه كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك طاريه في الدار. هنا الوالد ما صبرش، لبس حوايجو بالزربه ومشى للجامع اللي حدانا. تقريبا كانت شي 9:30 ديال الليل. دق على البيت ديال الامام، حلي الامام وقال للوالد اش واقع ياك لاباس؟ قال لي الوالد واقع عندنا شي حاجه في الدار وداك الشيء غريب. وعاود للفقيه القصه الاولى ديال جوج حوتات والقصه الثانيه اللي وقعت مع اختي اسماء. الفقيه قال ليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سير انا غنلبس وغادي نتبعك. جا الفقيه وبدا كيقرا علينا كاملين. بدا بالوالد هو الاول. الوالد طاح ما بقى كيحس بوالو. من وراها اسماء اختي حتى هي طاحت، وحتى الوالده حتى هي طاحت، ومن وراهم طاح خويا هشام. كلشي اللي كيسمع الرقيه الشرعيه طاح، الا انا ما وقع لي والو. هنا الفقيه خاف. الفقيه شاف فيا وقال لي اسمع ولدي انا غادي نحبس دابا، حيت ما خاصنيش نقرا عليهم كاملين في مره واحده. قلت لي علاش؟ قال لي يا ولدي من بعد نفهمك. الفقيه ما بغاش يقول لي، حيت ديك الوقت انا راه باقي صغير، في ذاك الوقت عندي 16 عام. الفقيه خاف يقول لي اش وقع لخوتي والوالديه ونتخلع. خاف عليا مسكين، خاف نتصدم ولا نتخلع وتوقع لي شي حاجه من الصدمه اولا الخلعه، حيت داكشي اللي كان في العائله حاجه ماشي عاديه، داكشي كان كيخلع ديال بصح. ولكن الغريب في الامر علاش كلشي طرا لي هكا وانا ما فيا والو؟ هذا هو السؤال اللي حيرني. ولكن الجواب ديال هذا السؤال عرفته، ولكن عرفت الجواب غير هو عرفته معطل شويه. الفقيه بدا كيرش الماء على الوالد والوالد فاق، ولكن مدعدع وفيه الدوخه. وهذا الشيء عاوتاني داروا مع كلشي وكلشي ناض. خرج الفقيه والوالد لبرا. انا كنت كنتصنت عليهم من مورا الباب. الفقيه قال للوالد هاد الهضره اللي غادي نقول لك السي حمادي محال غتفهمها، ولكن الهضره اللي غادي نقول لك راه هادشي اللي واقع عندك في الدار. قال ليه راه عائلتك كامله ممسوسه بالجن. وقال ليه ماشي حد هنا وحبسات، قال ليه راه كاينين جن اخرين ساكنين معكم في الدار. الوالد شاف الفقيه وقال ليه بسم الله الرحمن الرحيم. واشنو المعمول دابا؟ قال لي الحل هو غدا غادي نجي لعندكم وغادي نرقيكم بالواحد بالواحد.
ما نقدرش نرقيكم كاملين في دقه واحده. قال ليه انا صافي عرفت اشنو عندكم. قال ليه الوالد واخا الله يجازيك بالخير. النهار الثاني الوالد ما مشاش للخدمه حيت كان خايف بزاف علينا. جا عندنا الفقيه من مورا الصلاه ديال المغرب، واول واحد بدا كيرقي فيه هي اختي اسماء. حط الفقيه يديه على راسها وبدا كيقرا عليها حتى اختي اسماء طاحت وغيبات. والغريب انه ملي طاحت اختي اسماء بدا راجل كيدوي مع الفقيه بدا كيسولو وقال ليه واش انت مسلم ولا كافر؟ جاوبو الجن وقال ليه انا مسلم. الفقيه قال ليه اش بغيتي عدها؟ قال ليه انا ساكن معاهم. الفقيه قال ليه خرج منها. جاوبو الجن لا ما غاديش نخرج، وإلا خرجتيني ما غاديش تقدر تخرج تاني. انا كنسمع الهضره وانا من الداخل راه شاداني الخلعه. دوي مع راسي اش هادشي اللي طاري لينا، اشنو هادشي اللي ساكن اسماء، وعلاش كيهضر بصوت ديال الراجل. انا ديك الساعه ما قدرتش نصبر، بقيت كنبكي وحتى الوالده بدات كتبكي. خويا هشام حتى هو بدا كيبكي، وحتى الوالد حتى هو بدا كيبكي، كل شيء بدا كيبكي. هنا الفقيه تعصب وقال لنا كل شيء خرج من البيت، ما نبقى نشوف فيكم حتى واحد، بقى معاه غير الوالد ديالي. كنا كنسمعوا اشنو طاري في البيت حيت الدار صغيره. الفقيه كيهضر مع الجن وكيقول ليه خرج وما بغاش يخرج منها. الفقيه هنا تبلوكا ما بقاش عارف اش غيدير، بقى كيقرا والجن اللي فيها كيغوت، والفقيه كيقرا والجني كيغوت، كيحبس وكيقول ليه خرج والو. الجني كيجاوبو ما غاديش نخرج واخا تبقى تقرا عليا حتى الغدا. بقى شي كيقرا وهاد المره طول بزاف وكاع ما وقف. اسماء اختي بدات كتضرب في الفقيه. اسماء اختي الصغيره الدريويشه الظريفه المأدبه الكيوت ما عرفتش منين جابت هذيك القوه باش تقدر تضرب راجل كبر منها. بقات كتضرب في الفقيه حتى شد ليها الوالد يديها. حتى شويه اختي اسماء حلت عينيها. بداك الوقت الفقيه قال للوالد صافي خرج اسماء وجيب لي هشام. فعلا هشام دخل عند الفقيه والفقيه بدا كيقرا على هشام. نفس الموضوع بقى كيتكرر. كاين جن ساكن خويا هشام. هنا الفقيه فهم القضيه وقال للوالد غادي نحبس، انا غادي نسالي القرايه. الوالد سولو علاش، جاوبو القضيه عندكم كبيره بزاف، خاصكم فقيه احسن مني، فقيه يكون متخصص في اخراج الجن، احسن مني واقوى مني في الرقيه الشرعيه. قال لي الوالد انا ما كنعرف حتى شي واحد، الا جات على خاطرك السي الفقيه ورينا انت شي واحد. فعلا الامام ديال الجامع ورانا واحد السيد جا في واحد المدينه بعيده علينا تقريبا بشي 100 كيلومتر. الفقيه اللي ورانا الامام معروف بزاف، كاع الناس كيجيو لعنده من كاع البلايص. هذا الفقيه الجديد ملي عرف الموضوع ديالنا قال لنا نتوما غادي تجلسوا معنا فتره طويله. الوالد قال ليه ما يمكنش، الخدمه ما نقدرش نخليها وحتى الفلوس ما عنديش باش نقدر نبقى هنايا. قال لنا الفقيه اقل حاجه يمكن تجلسوها هنا سيمانه. قال لي الوالد واخا سي الفقيه ما عندنا ما نديرو، كما كيقول المثال ما عند الميت ما يدير قدام غسال. وبدا الفقيه كيصرع في العائله كامله. قال لنا حاجه صدمتنا صراحه، قال لنا كاينه قبيله كامله ديال الجن ساكنانا كاملين الا انا. الوالد سول الفقيه علاش العائله كامله والا زكريا؟ قال له الصراحه ما عنديش شي جواب نقولوا لك. الفقيه قال للوالد كاينه شي امور خاصك ديرها باش تحسن دارك. المهم عطاه بزاف ديال الامور، رقيه شرعيه يقراها يوميا، وعطاه ماء ديال القران، وعطاه زيت العود حتى هو مقري عليه القران، وبزاف ديال الحوايج باش نستعملوها في الدار. ولكن ورغم ذلك الجن ما بغاوش يمشيو في حالاتهم. وصلنا لواحد المرحله لدرجه اننا ولينا موالفينهم ومتعايشين معاهم وصابرين على الاذيه ديالهم، لدرجه ملي ولات كطرى شي حاجه ما بقيناش كنتسوقوا ليها وما بقيناش كنخاف، ولينا الا طرات شي حاجه كنبقاو نضحكوا، لدرجه انني انا وخوتي ولينا عاطينهم السميات على حساب الافعال اللي كيديروا. وصراحه ما كانوش كيأذونا بشكل مباشر، الاذى ديالهم كانوا كياخذوا الماكله، كيهرسوا الطباصل، كيحلوا الباب ويسدوه، وهذا الشيء اللي كانوا كيديروا معنا كانت رسائل باغيين يوصلوها لينا. بعض المرات كنفهموها وبزاف المرات ما كنفهموهاش. حتى المناسبات اللي فيها الموسيقى ديال الشعبي ما بقيناش كنمشيو ليها، حيت من بعد الزواج ديال ولد عمي اللي مشينا ليه واللي من بعده قررنا ما نبقاوش نمشيو للمناسبات، كان الوالد طاح وخويا الصغير حتى هو طاح، وبداو كيتركلوا في الارض وكيديروا شي حركات ويخرجوا شي اصوات غراب. وهنا كلشي في عائلتنا ولا كيخاف منا وهمشونا، لدرجه ما بقاوش كيجيو لعندنا وما بقاوش كيعرضوا علينا في المناسبات، رغم اننا حنا ما اديناهم وما ادينا حتى شي واحد.
وما بيدينا حتى شي حاجه. ورغم هذا الشيء اللي كان كيطرى لينا كنت مازال كنحلم نوصل للهدف ديالي، ورغم هذا الشيء كنا عايشين ناشطين فرحانين بحال ما واقع والو. خديت البكالوريا ودخلت للمارين، وهنا بديت كنحقق جزء من الاحلام ديالي. زكريا اللي الناس في المرسى كانوا كيعيطوا عليه ولد الحمال، اليوم ولا كابيتان زكريا، الكابيتان اللي كيقود الباطو، الكابيتان اللي ما كتحرك حتى شي حاجه في الباطو الا بالموافقه ديالو، الكابيتان اللي حقق الحلم ديالو باش يفرح مو باه. ما عمرني غادي ننسى نهار دخلت على الوالده وانا لابس اللبسه ديال الكابيتان، كانت غادا تطير من الفرحه. ساليت قرايتي ودرت ستاجات وعشقت عالم البحر والسفن. هذاك الدري الصغير اللي كان كيبقى يشوف في باه كيضرب في تماره على كتافه في الباطو، اليوم هاد الدري الصغير ولا هو اللي كيسوق هاد الباطو، ولا هو اللي كيدخلو المرسى، وهو اللي كيوصل هذيك السلعه اللي كان باه كيهزها على كتافه، ولا هو اللي كيديها من مدينه لمدينه اخرى ومن دوله لدوله اخرى. قداميت في الخدمه ولات عندي خبره ديال 5 سنين. هنا قلت للوالد صافي بركه، خاصك ترتاح الوالد ديالي تقلق عليا بزاف وقال لي علاش الكابيتان زكريا، واش ما بغيتيهمش يعرفوا باللي باك كان حمال؟ قلت لي لا الوالد، شكون اللي قال لك هذه الهضره؟ انا كنفتخر بك وباقي كنفتخر بك قدام العالم كامل، وكنفتخر بك اليوم. انا اليوم الكابيتان زكريا ولد الحمال، غير الوالد بغيتك ترتاح شويه، بركه عليك من العذاب ومن تماره، واليوم انا كنتخلص مزيان ونقدر نعيشكم مزيان. بغيتك ترتاح انت والوالده وتعيشوا حياتكم بلا تكرفيس. الوالد ما بغاش، جات عنده حتى الوالده ودوات معاه، والو ما بغاش. كما كيقول المثال طارت هبطت معزه. قبل بغيت نقول لكم ملي وصلت لهذا المستوى بفضل الله اشنو درت. اول حاجه درتها خرجت والدي وعائلتي من هذيك الدار وكريت لهم دار كبيره وجبت لهم احسن الفقهاء باش يداوي خوتي. والخبر اللي زوين ان الاذى والجل اللي كان فيهم مشاو ولله الحمد، ولاو عايشين فرحانين، والخلع اللي كانت فيهم الحمد لله ما بقاتش اليوم. الوالد ومن بعد محاولات بزاف باش نقنعوه الحمد لله عطات الاكل ديالها وريح من الخدمه. ولكن المشكل ان الوالد ما بغاش ياخذ من عندي الفلوس، حيت الوالد ما عزيزش عليه يجلس في الدار. الوالد عزيز عليه تماره، عزيز عليه التكرفيس، عينا معاه، حنا باغينو يرتاح ولكن هو اللي في راسو. الوالده جات عندي وقالت لي زكريا بارك على باك، خليه على خاطره، باك موالف تماره وموالف الخدمه، الا جلستي في الدار غادي غير يمرض، خلي باك على خاطره، خليه يدير اللي بغا، فهمت؟ وداك الشيء اللي درت. انا حياتي ولات من بحر لبحر، من باطو لباطو، من دوله لدوله، والحمد لله ورضيت الوالدين. درت بزاف ديال السفريات، ما عمر وقعت لي شي حاجه ولله الحمد. ولكن ورغم ذلك واحد الحلمه حلمتها واحد النهار ما بغاش تحيد ليا من بالي. في هذيك الحلمه جاتني دريه زوينه بزاف، من كثرة الزين اللي فيها ما عمرني شفت بحالها في حياتي كامله. الزين اللي كاين في هذيك الدريه زين ما كاينش بحاله، ما كاينش خو. هذيك البنت اللي كنعاود لكم عليها كانت لابسه تكشيطه بيضاء، ولكن ورغم الزين اللي فيها عينيها كانوا كيتحولوا مره من دريه ظريفه بزاف لواحد دريه كتخلع وشريره ومجرمه، ولكن ورغم ذلك كتبقى زوينه. هذا الحلم ولا كيتكرر معايا ديما، تقريبا كل سيمانه مره كنشوف نفس الحلم بنفس التفاصيل، عامين كامله على نفس الحال. ومن كثرة ما هذيك البنت عاجباني بزاف ما بقيتش باغي نتزوج. والوالده كتخلي حتى كتحلى الجلسه عاد كتقول لي جبت لك بنت فلان، جبت لك بنت فلانه، يلا معانا شوف الدريه بنت فلان، يلا معانا شوف الدريه بنت فلانه، راه تقدر تعجبك وتزوج بها وديروا وليدات. كنت كنقول لها لا الوالده انا ما بغيتش نتزوج، والوالده والو ما كتفاكش معايا. حتى لواحد النهار الوالده قالت لي الا ما تزوجتيش ها السخط ها الرضا. صافي اخوتي ديك الساعه تبلوكيت، ما عرفتش اش غادي ندير، حيت الوالده والوالد ضحاو معانا، نعطيهم حياتي كامله وما نشوفهمش مقلقين مني. ديك النهار حتى الوالد ديالي حتى هو تدخل في الموضوع وقال لي خاصك تزوج ولدي، بركه كبرتي بغيت نشوف وليداتك
قبل ما نموت ناضت الوالده وجابت لي ليسته كبيره ديال الدريات اللي كتعرفهم باش نختار منهم وحده نتزوج بها. قلت لها الوالده شكون اللي عاجبك انت؟ قالت لي كلهم الله يعمر ليهم الدار. قالت لي واش عرفتي جارنا السي محمد؟ قلت لها عرفته. قالت لي عنده بنت ما شاء الله تبارك الله، جمال واخلاق، كتبان لي هي اللي غادي تجي معك ولدي. قلت لها صافي الوالده ما يكونها خاطرك وتوكلنا على الله. قدات مع الوالده الامور باش نمشيو نشوفوا الدريه. داكشي اللي كان ومشينا شفناها. صراحه ملي مشينا نشوفوا الدريه كنت فرحان بزاف. صراحه شعور زوين انك غادي تتزوج وغادي دير واحد الحياه جديده، واخا في الاول راه ما كنتش باغي الدريه. المهم دخلت عند الدريه، شفتها دريه ما شاء الله تبارك الله، حتى ملي جلست معاها لقيتها قاريه وواعيه، العقليه ديالها عجبتني بزاف. ولكن الغريب هو ملي خرجت من عند ديك الدريه نفسي ضاقت عليا بزاف وحسيت براسي مخنوق. داك الشيء ما عمرو وقع ليا في حياتي، ولكن ما قلتها لتا شي حد، ما بغيتش نخسر عليهم الفرحه ديالهم. اشنو السبب ديال داك الشيء اللي وقع ليا ما عرفتش، والله ما عرفت. ملي كنا راجعين في الطوموبيل الوالده قالت لي اش بان لك ولدي، اش بان لك في الذوق ديالي؟ قلت لها الله يعطيك الصحه الوالده، كتعرفي تختاري تبارك الله. قالت لي يلا سير وجبد فلوسك وخلينا ناخذوا الخاتم وخلي باك يتفاهم مع باها على الصداق باش نضربوا البيض في الكحل. قالت لي يلا خليني نزوجك ونتهنى منك. قلت لها واخا الوالده ما يكون خاطرك، ما تعود غير الصلاه على النبي. رجعت للدار ديك النهار ما جاينيش النعاس، بقيت غير كنفكر فيها. كانت سميتها سلوى، بقيت غير كنفكر حتى نعس بلا ما نحس. هذيك النعسه ديال هذيك الليله كانت غريبه بزاف. حلمت بنفس الدريه اللي كنت كنحلم بها. هذيك النهار ما كانتش لابسه تكشيطه بيضاء، كانت لابسه درباله كحله، وكانت هازه في ايديها جنويه. بقات كتقرب مني وشداتني وبدات كتخنق فيا وكتقول لي انت ديالي زكريا، انت ديالي انا بوحدي. بغيت غير نهضر معاها ما قدرتش، خانقني بالجهد. ملي حيدت ايديها قالت لي انا العشيقه ديالك وما غادي تديك مني حتى شي وحده. قلت لها شكون نتيا؟ قالت لي انا العشيقه ديالك، انا مراتك، وانت زكريا ديالي بوحدي. وإلا فكرتي تزوج شي وحده اخرى والله زكريا ما غادي نخليك تعيش نهار واحد مرتاح في حياتك. ملي كنكون كنحلم عادي ما كنعقلش على الحلمه، ولكن ملي كنحلم بفاتن كنعقل على كاع التفاصيل ديال الحلمه. فقت من النعاس ديك النهار مخلوع، وبقيت كنقول مع راسي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اش هاد الحلم هادي؟ مشيت عاودت الوالده الحلمه اللي حلمتها بالليل، وقالت لي ما ديرش في راسك ولدي، هذا راه غير بوغطاط. بقات كتعاود لي على بوغطاط، والصراحه قنعتني. النهار الثاني جا وقت النعاس وحلمت بها عاوتاني. هذيك الدريه بكثرة ما بقيت كنحلم بها بزاف عطيتها سميه وسميتها فاتن. فاتن فهذاك النهار جاتني في الحلم، وغادي نقول لكم واحد الحاجه محال واش تيقوها. انا وفاتن تزوجنا، وليت كل نهار ملي كيجي وقت النعاس كنكون فرحان بزاف. علاش؟ حيت غادي نتلاقى مع فاتن في الحلمه. وغادي نقول لكم عاوتاني واحد الحاجه اخرى غادي تجيكم غريبه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. فاتن ولات مراتي، تزوجنا ولينا كل نهار على نفس القصه. واحد النهار جات عندي الوالده وقالت لي راه قادينا الامور وحددنا النهار ديال الخطوبه وصافي راه غادي نخطبوا لك سلمى. كنت باغي نقول لها الوالده لا ما بقيتش باغي نتزوج، ولكن ما قدرتش نخرجها من فمي حيت ما بغيتش نقلق الوالده. مشينا وشرينا الخاتم وجوج من الحاجه وداكشي ديال الخطوبه راكم عارفين، ومشينا لعندهم. وفعلا خطبت سلوى. ملي رجعنا للدار ضاقت عليا نفسي بحال المره الاولى ملي مشينا باش نشوفوا سلوى، ولكن هاد المره كنت خايف من فاتن وداكشي اللي غيطرى في هذاك النهار. جات عندي فاتن في الحلمه. هذاك النهار ما شفتهاش كيما موالف كنشوفها. فاتن زوينه، فاتن طريفه، لا جاتني فاتن بواحد الصوره كتخلع وديال بصح. شفتها بواحد الصوره كتخلع، عينيها كحلين
شعرها طويل وضفارها طوال، كتخلع ديال بصح. وقالت لي والله وما فسختي الخطوبه ديالك مع سلوى حتى نعذبك ونعذبها حتى هي معاك. قالت لي انت زكريا انت ديالي انا بوحدي. داك النهار كنت باغي غير نفيق من هذيك الحلمه، ولكن اللي اكتشفته انا داك الشيء اللي شفتو في الحلمه ماشي حلمه، داك الشيء كان بصح، حيت اللي اكتشفت انني ملي فقت كانت قدامي وبالزربه غبرات. هادشي اللي طرا معايا بغيت نعاودو لشي واحد، بغيت نفرغ قلبي على شي واحد، ولكن ما كنتش قادر حيت ما كانتش عندي الشجاعه. علاش؟ حيت عارف ما كاين حتى شي واحد في هذا العالم غيقدر يتيا. المهم فسخت الخطوبه ديالي مع سلوى، خليت الامور غاديه بشكل عادي، كملت حتى وصلنا للعقد، وهنا ولات سلمى مراتي، ولكن ما قدرتش نجيبها لداري حيت باقي ما درناش العرس. والحاجه اللي كتخلع هو النهار اللي مشينا باش نسينيو على العقد. الدار اللي جبنا فيها الفقيه باش يدير لنا العقد شعلت فيها العافيه، والناس اللي كانوا حاضرين كاملين هربوا. انا تصدمت حيت عارف السبب وعارف باللي داكشي اللي وقع ما كانش صدفه، ولكن الحاجه اللي ضراتني وحزات ليا في قلبي هي سلوى، حيت الفرحه ديالها تحولات الحزن وتحولات البكاء، حيت هذيك النهار لغينا ديك الحفله. ولكن اللي غريب بزاف سلوى عيطت ليا في التليفون وقالت لي شوف اسمح لي بزاف ولكن راه ما غاديش نقدر نكمل معاك هذا الزواج. قلت لها علاش يا سلوى اشنو اللي طرا؟ قالت لي نفسي ضيقه عليا من نهار خطبتيني وانا معذبه ما بقيتش قادره نتحمل. قلت لها واش بسبب العافيه اللي شعلات ديك النهار؟ قالت لي لا، نفسي ضيقه بيا وحاسه بان هذا الزواج هو السبب. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اش هذا الشيء ولا كيطرى معايا؟ من بعد ما عيطت لي سلوى في التليفون في نفس النهار جات عندي فاتين في الحلم. فاتين في ديك النهار كانت كتضحك وقالت لي يا قلت لك يا زكريا، يا قلت لك انت ديالي بوحدي وما تيقتينيش. كانت كتضحك بالجد وضحكه شريره، ضحكتها كانت كتخلع. نط من النعاس بالزربه وديك النهار ما قادرش نتحمل، صافي قلت مع راسي هذا الموضوع اليوم خاصو يسالي. عيطت لواحد الفقيه كان داوا لي خوتي ووالدي شحال هادي، قلت لي باغي نتلاقى معاك ضروري، كاين واحد الموضوع باغي نهضر معاك فيه. قال لي صافي ما كاين حتى مشكل، غدا ورا الظهر جي لعندي ونجلسوا نهضروا. مشيت عند الفقيه في الوقت اللي اتفقنا عليه وعاودت لي الموضوع كامل من طقطق حتى السلام عليكم. سولني الفقيه وقال لي هادشي اللي عاودتي ليا من امتى وانت كتشوفه؟ قلت لي شي عامين تقريبا هاد. قال لي واش انت ملي كتبغي تنعس كتقرا الاذكار ديالك؟ وسولني حتى على الصلاه، قال لي واش كتصلي؟ قلت لي الحمد لله بالنسبه للصلاه كنصلي، غير هو بعض المرات كنقطع الله يسمح لي، اما بخصوص الاذكار ما عمرني ما قريتهم. الفقيه شاف فيا وقال لي المشكل ديالك ساهل، ملي تبغي تنعس قرا الاذكار ديالك وما غادي تشوف والو في الحلم. قلت لي السي الفقيه الله يجازيك بخير، راه هادشي ماشي حلم، هادشي اللي كنعاود لك عليه راه بصح. قال لي كيفاش بصح؟ قلت ليه هذه اللي عاودت لك عليها راني مزوج بها، راني ملي كنمشي في الليل وكنعس راه مزوج بها. قلت ليه هاد السيده راني عايش معاها كل نهار كنكون معاها بحال الراجل ومرته، حتى ملي كنقيسها السي الفقيه راه كنحس باللي داك الشيء حقيقي. الفقيه بدا كيقرا عليا كيقرا حتى سالا. قال لي يا ولدي شوف ما عندك حتى شي حاجه، قرا الاذكار ديالك قبل ما تنعس وان شاء الله ما غادي تشوف والو. قلت ليه واخا سي الفقيه ان شاء الله. رجعت للدار ديك النهار وقبل ما نعس قريت الاذكار ديالي كيف ما قال لي الفقيه، ولكن الغريب في الامر ما حلمتش بها. سيمانه جوج ثلاثه نقول لكم واحد الحاجه، توحشت فاتين وقررت واحد النهار انني نعس بلا ما نقرا الاذكار. فعلا حلمت بفاتين. هذيك النهار كانت مقلقه عليا بزاف وبقات كتبكي وقالت لي زكريا ما تبقاش تبعد مني بحال ما هكا، زكريا انا راه كنبغيك. وحتى انا قلت لها كنبغيك وما بغيش نبعد منك مره اخرى. قالت لي حتى انا. قلت لها حتى انا. المهم مشات الامور بحال هكا نهار ورا نهار على نفس الوضع، كنمشي لخدمتي عادي. داز عام كامل تقريبا على الخطوبه والفشل ديالها مع سلوى، حتى جا عندي واحد النهار الوالده وقالت لي الثانيه غتصدق ان شاء الله. لا الوالده الله يحفظك ما بقيتش باغي نتزوج والو، ما بغاش تفك معايا، وحتى الوالد دخل على الخط وورك عليا. قلت لهم في واخا اللي بغيتي ديروها اللهم يسير. المهم اتفقوا مع واحد الناس باش نمشيو نشوفوا بنتهم، ولكن الغريب في الامر ان اللي كنمشيو لعندهم ما كيبغوش يعطيوني بنتهم. علاش كيرفضوني؟
والو، ما كاين حتى شي سبب، غير كيرفضوني وصافي. الوالده ديالي وحتى الوالد بغاو يتسطاو ما فهموا والو. او علاش؟ 1000 وحده تمنى ولدنا، دري قاري خدام كيتخلص مزيان بدارو مرتاح ولله الحمد، يعني ولدنا 100,000 وحده تتمناه. انا كنت عارف علاش كيرفضوني، كنت كنفرح حيت كنت عارف ان السبب ديال الرفض هو فاتين. ما كنتش كنتخيل شي نهار انه غادي نعشق ونتزوج النية. فاتين ما سميتهاش فاتين غير هكاك، سميتها فاتين من الزين ديالها. الزين ديالها ما عندوش مثيل. واخا نبقى نوصف لكم النهار كامل ما نقدرش نوصف لكم الجمال ديال فاتين. دازت 5 سنين وانا على نفس الحال، عايش مع فاتين ولا عمري 32 سنه. كبرت وقلت لراسي انا امتى غنبقى بحال ما هكا. اختي اسماء تزوجات وهشام خويا كبر وحتى هو ولا كيفكر يتزوج، وانا اللي خوهم الكبير مازال ما تزوجت. واحد النهار جات الوالده وقالت لي لقيت لك بنت الناس. ومشينا شفنا الدريه وكانت زوينه ما شاء الله تبارك الله، عجبتني وحتى انا عجبتها. هنا الوالده قالت للناس احنا بغينا نساليو هذا الزواج كامل في 3 شهور. العائله ديال الدريه قبلوا وقالوا ما كاين حتى شي مشكل الله يسخر. في هذاك الوقت وليت كل نهار كنقرا اذكار، ما بقيتش باغي نشوف فاتين بالمره. فاتين خدات من وقتي بزاف وخدات من عمري بزاف، خدات من عمري 5 ديال السنين. حتى الامتى غنبقى عايش في هاد الاوهام؟ صافي بدينا كنقادوا العرس وجمعنا الاوراق ديال الزواج انا وعابير. عابير هي الشريكه ديال الحياه ديالي الجديده. قرب نهار العرس واختي تكون جي من الخدمه ودرنا عرس كبير والحمد لله. الى حدود الساعه فاتين كاع ما بانت. كنت خايف نهار العرس، كنت مخلوع لطرا شي حاجه ولا فاتين دير شي حاجه لعابير او تاديها. عابير كانت دريه الله يعمر ليها الدار، بنت الناس ظريفه درويشه مأدبه، دريه ضحوكيه، الضحكه ما كتفارقش مع وجهها. وكانت محترماني ومحترمه وفاهمه خدمتي، لان خدمتي كنسافر فيها بزاف وقدر نغيب بعض المرات بالاسابيع وبعض المرات حتى بالشهور. في ذاك الوقت كنت محافظ على صلاتي ومحافظ على الاذكار ديالي، حرفيا ما خليتش فاتين منين دوز ليا. ملي سالينا شهر العسل انا وعابير عيطوا ليا بالخدمه، قلت لهم ما كاين باس، قالوا لي ضروري تجي. جاتني خدمه نوصل واحد الباطو من البلاصه اللي انا ساكن فيها لمدينه مومباي في دوله الهند. هاد السفريه كانت غدا تستغرق شي 8 ايام تقريبا. صافي تفاهمت معاهم، قلت لهم ما كاين حتى شي مشكل، عيطوا ليا ملي يقرب وقت الديبار وانا معكم. بديت غادي كيف ما قلت لكم. هاد الرحله اللي غندير كانت من مدينتي لمدينه مومباي، ومن مومباي غادي نرجع لمدينتي ديريكت. غادي نمشي ندي السلعه اللي هزها الباطو وغنجيب معايا سلعه اخرى. انا هو الكابيتان ديال الباطو، يعني انا هو المسؤول على الرحله، السلعه وحتى الخدامه وكل شيء. فقط داك الصباح لقيت عابير حاطه ليا الفطور واللبسه ديالي صالحاها ومقاده ليا الباليزه ديالي، كل شيء منضيه. ركبت الطوموبيل ديالي ومشيت ديريكت للمرسى. طلعت للباطو وبديت كنقلب واش كل شيء مزيان، الماطر ديال الباطو، ليسانس، داكشي كله قلبته. هادشي اللي درت حاجه روتينيه ضروري نديروها قبل اي رحله. وملي ساليت توكلت على العلي القادر ودخلت للبحر وشديت طريق الهند. في النهار الثاني تقريبا شي 4 ديال العشيه كنت كنتفرج في البحر، مره كيبان لي القرش، مره كيبان لي السرب ديال الدلافين، سرحان في عظمه الخالق. واحد اللحظه حتى فقت من السرحه ديالي على صوت الانذار كيضرب وبجد. هذا الصوت ديال الانذار ديال عاصفه خايبه جايه في طريقنا. البيانات اللي كنشوف في الجهاز قدامي كتقول ان العاصفه غنوصلوا ليها شي ساعه ونص تقريبا. المشكل ان العاصفه كانت كبيره بزاف، يعني صعيب على انني ندور عليها. المهم هبطت عند الطاقم ديال الباطو وقلت لهم يستعدوا، راه كاينه عاصفه قريبه وقريب ندخلوا فيها. هنا كل شيء تفركت، كل شيء مشى يدير خدمته، حيت راه نادرا ان شي باطو يطلع من بحال هاد العاصفه بلا خسائر. تقريبا الساعه كانت شي 46 دقيقه، بدات الشتا كطيح ولات المواج عاليه بزاف لدرجه الباطو بهذاك الثقل ديالو بدا كيلعب فوق الماء. انا كنت شاد الدومان ديال الباطو اللي كتقولوا ليه العجله ديال القياده والخدامه، كلشي مشى لبلاصتو. انا بقيت في بلاصتي ومركز مع البحر باش ما نخرجش على الطريق. تقريبا شي 2 ساعة حتى جا عندي الشاف كويزيني وقال لي راه كاين واحد الشارجه متهرس في الكوزينه والما كيدخل الكوزينه بزاف. هنا عيطت للنائب ديالي باش يجي يشد بلاصتي باش نمشي نشوف اش واقع في الكوزينه.
حيت شفت جوج ديال الخدامه حاطين واحد الحديده في الشرجم باش ما يدخلش الماء، ولكن ورغم ذلك الماء كان كيدخل للكوزينه. وهنا كاينه مفاجاه، بسبب الماء اللي كان كيدخل للكوزينه الماكله كامله خسرات. قلت لواحد من الخدامه يهبط لبيت الخزين باش يجيب ليا واحد العيبه ماضيه، بقى كيقلب عليها حتى جابها. الحمد لله الناس ديال الصيانه جابوا باتريات كبار ولصقوهم مع البوست سودور وبداو كيسوديو في الشقوق ديال الشرجم. كانت القضيه ما ساهلاش بالمره، حيت الماء كل شويه كيضرب الخدامه وكيدخل الباطو. هنا صافي ارتحيت شي شويه ولله الحمد. الخدامه قدروا يسدوا الشقوق ديال الشرجم وبدينا كنخرجوا الماء من الباطو. هادشي خدا منا تقريبا شي ساعه حتى خرجنا من العاصفه، وولينا من بعد كنقتصدوا في الماكله، حيت بزاف ديال الماكله خسرات بسبب الماء ديال البحر اللي دخلها، حيت ما بقاش صالحه للاستهلاك. حتى وصلنا للمرسى ديال مومباي ولله الحمد. وقفت الباطو وجاو الخدامه باش ينزلوا السلعه. انا هنا خدمت سيسالات ومشيت ديريكت للاوتيل، حطيت حويجي وداكشي ديالي. فداك الوقت ما كانش فيا الناس حيت كنت نعس في الباطو من قبل. خرجت ومشيت للسوق، منها نبدل الجو ومنها نتغدى داكشي اللي خاصني. من وراها رجعت للاوتيل حيت صافي عييت من كثره الدوران اللي درت في المدينه. وانا داخل الاوتيل حتى شفت واحد السيد من شرق اسيا، يقدر يكون من اليابان ولا الشرق ديال اسيا، كيتضارب مع الموظف ديال الاستقبال. المضاربه كانت غير غوت، ماشي مشانقين على بعضياتهم. قربت منهم باش نعرف اشنو واقع. راكم عارفين مره مرت التبريق عندي كيخدم، بغيت غير نعرف اشنو المشكل اللي بيناتهم. اللي فهمته هو ان السيد اللي من شرق اسيا نسى شي فلوس في الشومبر ديالو، طبع الخروج ونسى فلوسه في الشومبر ورجع باش ياخذهم. ولكن ملي رجع باش ياخذهم ما لقاهمش. شفت باللي المشكله غدا وكتكبر، وقربوا يقلبوها صبا. قربت منهم وسولتهم، وسولت حتى الموظف ديال الاستقبال وقلت ليه الا ممكن نعرف شحال ديال الفلوس اللي نسى السيد. استغربت ملي جاوبوني، حيت الثمن اللي قالوا لي كان بسيط بزاف، زعما ما كيستاهلش انه يوقع على قبله مشكل. المهم جبت بزطامي، جبت داكشي اللي قالوا لي، عطيته للسيد الاسيوي. السيد خذ الفلوس ومشى في حالاته. هنا الموظف ديال الاستقبال بقى كيشوف فيا وقال لي علاش عطيتيه الفلوس؟ قلت لي داكشي كان قليل بزاف، ما كيستاهلش اصلا انكم تنوضوا على قبل الصداع. الموظف الهندي قال لي غير باش تعرف هذا راه كذاب، ملي طبع الخروج ديالو راه حتى واحد ما دخل البيت ديالو وحتى واحد ما نقاه. لي صافي تنت هانيه، ما كاين حتى شي مشكل، الا كذب يدبر راسو. تقريبا هذاك الاوتيل جلست فيه شي 3 ايام حتى قادوا المشكل اللي طرا في الباطو وحطوا السلعه وطلعوا سلعه اخرى اللي غادي ندي معايا لبلادي. المهم وانا خارج من الاوتيل حتى كنتلاقى بداك السيد الاسيوي اللي كان طرا عليه المشكل قبل شي يومين تقريبا. جا سلم عليا وبغى يرد لي الفلوس ديالي. قلت لي علاش؟ قال لي صراحه كنعتذر، لقيت الفلوس اللي كنت مضارب على قبلهم في الصاك ديالي. خذ فلوسك واسمح لي الله يجازيك بخير على الازعاج اللي درتو لك ذاك النهار. قلت لي لا ما كاين حتى شي مشكل، بلا ما تردهم ليا غير خذهم. بقى كيحلف ومصر على انني ناخذ فلوسي. قلت لي واخا صافيه عطيني فلوسي، راه تابعني سفريه. خديت الفلوس ومشيت في حالاتي. المهم وصلت للمرسى ودخلت للباطو وقلبت كل شيء داكشي روتيني وتاكدت باللي كل شيء مزيان. المهم تحركنا تقريبا مع شي 7 ديال الصباح. الاجواء كانت واعره بزاف مع الشميشه والبحر والجو صافي واصوات ديال النوراس. كان جو زوين بزاف صراحه. ولكن الحاجه اللي ما كنتش عارفه ان هذا الهدوء هو الهدوء اللي كيسبق العاصفه. من بعد ما دازت 6 سوايع تقريبا باش درنا الديبار، وصل وقت الغداء ومشيت للصاله ديال الماكله. بديت كناكل الماكله ديالي والماكله كانت مزيانه صراحه. كانت الامور عاديه حتى سمعت صوت ديال الضرب قوي بزاف في السطح ديال السفينه. هنا صيفت واحد السيد خدام معايا وقلت ليه طلع شوف اشنو واقع الفوق وهبط قول لي. انا بقيت كناكل وكاع ما تحركت من بلاصتي، حتى الطبسيل ديالي اللي كنت كناكل فيه باقي قدامي. يعني كاع داكشي اللي طرا هو انني انا سمعت صوت الفوق وطلبت من الخدام اللي خدام معايا يطلع يشوف اش واقع. لحظه واحده المذاق ديال الماكله تبدل بشكل كبير. المذاق ديال الماكله ديالي ولا خيب بزاف ولات فيه واحد الريحه اللي خانزه بزاف. في الاول حاولت ناكل الماكله حيت قلت مع راسي تقدر تكون الريحه خارجه غير من فمي ولا شي حاجه اخرى، ولكن ملي كليت الدغمه الثانيه صافي ما قدرتش انني نكمل هذيك الماكله. خرجت الدغمه من فمي حاشاكم ونط من الطابله ومشيت نغسل يدي. صراحه حشمت نمشي عند الشاف كويزيني
يولي مقلق عليا ولا شي حاجه من الهضره اللي غادي نقول لي. قلت مع راسي خلي حتى نشوف الا كان شي واحد اخر من الدراري حتى هو ما عجباتوش الماكله ديك الساعه نقدروا نمشيو عنده بجوج ونهضروا معاه. وفي نفس الوقت قلت خليني نطلع نمشي نشوف الخدام اللي صيفته واللي ما هبطش عندي باش يقول لي اش واقع. الغريب هو انني ملي طلعت الفوق نشوف الخدام اللي صيفته وبقيت كنقلب عليه كاع ما لقيته. كنعيط عليه والو ما كيجاوبنيش. بقيت كنعيط عليه وكانت سميتو فيصل. فيصل كتسمعني؟ حتى الطالكي ديالي هزيتو وبديت كنعيط عليه. فيصل كتسمعني؟ فيصل حول. فيصل الو واش ما كتسمعنيش؟ الو فيصل جاوبني. انا قلت مع راسي وقيلا راه السيد حط الراديو في شي بلاصه ومشى للطواليت. قلت صافي نمشي نرجع للكابين ديالي ونقابل خدمتي وملي غادي يبان فيصل غادي يجي حتى لعندي وغادي يشرح لي شنو وقع. ولكن اخوتي الصدمه هي ملي دخلت للكابين ديالي لقيت فيصل طايح على الارض ومغيب. انا هنا تخلعت اش داري ليه. هزيت قرعه ديال الماء وبديت كنرش عليه الماء. فيصل فيق واش كتسمعني فيصل؟ بقيت كنرش عليه الماء حتى فاق فيصل ناض مخلوع بزاف وبقى كيتنفس بالزربه. قلت ليه شنو عندك اش واقع معاك؟ قال لي انا طلعت للسطح وما لقيت حتى شي حاجه وكنت باغي ننزل لعندك باش نقول لك راه ما لقيت والو، ولكن بان ليا واحد الضباب بزاف كاين في لاكابين دومان الغرفه ديال القياده. ملي طلعت نشوف لقيت واحد الجسم كبير بزاف وشفاف، وملي شفت هاد الشيء في البلاصه جاني النعاس وما بقيتش نقدر نتحكم في راسي. ما عرفتش كيفاش نعست بلا ما نحس. قلت ليه انا ملي دخلت للكابين لقيت الباب مسدود، واش انت اللي سديتي الباب؟ قال لي لا ماشي انا. قلت ليه صافي ما كاين بحث ما طرا حتى شي مشكل، سير لبلاصتك تكا كتبان لي عيان شي شويه وملي تفيق ديك الساعه غنعيط عليك ونكملوا الهضره. في هذاك الوقت بقيت جالس في لاكابين دومان الغرفه ديال القياده غير كنفكر ماشي في الباطو، لا كنفكر في داك الشيء اللي وقع مع فيصل. كنت كنقول مع راسي واش ممكن زعما ممكن فاتين جات لهنا؟ لا مستحيل. اصلا فاتين خرجت من حياتي بالمره، حيت كون كانت باغا تاديني كون دارتها النهار العرس اللي تزوجت فيه اولا من مورا ما تزوجت. ولكن صافي فاتين ولات من الماضي. وصلت تقريبا شي 11 ديال الليل. داك النهار كان فيا الموت ديال الناس، قلت نمشي لبيتي والناس. ملي دخلت لبلاصتي لقيت بلاصتي كامله مرونه، مخده فيها ريش كحل وعامره كامله بالدم. الدم كان احمر غامق ميل للقهوي. هنا بديت غير كنشوف وكنضحك، انا عارف اش واقع. ما تسوقتش بالمره وتلحيت في بلاصتي ونعست. ملي نعست ديك النهار كنت كنتسنى تبان ليا فاتين، ولكن هاد المره فاتين بدات كتلعب معايا واحد اللعب اخر. هاد اللعب هذا اللي كتلعب معايا فاتين هاد المره ماشي عادي. شي حاجه فيقتني من النعاس بالليل تقريبا شي 2 ديال الليل. نط بسبب الصوت ديال الكلب كينبح بالجهد. اشنو كيما سمعتي كلب وسط البحر. الباطو ديالنا اصلا ما فيش الكلاب، جاب كلب وسط البحر. هنا انا تخلعت وبدا كيتزاد معايا الزيد. تخيلوا الصوت ديال النباح ديال الكلب بقى حتى ل5 ديال الصباح. 3 ديال السوايع ديال النباح ما وقفاتش. وملي فقت بقيت جالس في بلاصتي وكاع ما تحركت. حتى النعاس ما قدرش نرجع الناس من كثره الخلعه اللي كانت شاداني. حين تكون نعست كنت عارف باللي غادي نتلاقى مع فاتين. داز شي نص ساعه تقريبا ملي سكت النباح ديال الكلب. تشجعت ونط من بلاصتي وخرجت كندور. المهم ملي خرجت من بيتي بقيت كنتمشى في الكوروار، كنت غادي لجهه الدروج حتى تصدمت. كنتلاقى الناس كاملين اللي خدامين في الباطو واقفين تما. بقيت كنشوف فيهم وقلت لهم واش سمعتوا الصوت ديال النباح ديال الكلاب بالليل؟ كلشي قال لي سمعناه. شفت فيصل وسولته واش انت فيصل سمعتي النباح ديال الكلاب؟ فيصل قال لي لا ما سمعت والو. انا كاع الناس اللي كانوا في الباطو سمعوا الصوت ديال النباح ديال الكلاب الا فيصل بوحدو اللي ما سمع والو. في هذه اللحظه فهمت باللي خاصني نولي نكمل خدمتي كامله بنهار، حيت عارف باللي في الليل ما بقيت غادي نقدر ندير حتى شي حاجه. كنت حاس باللي غادي توقع شي حاجه، وفعلا الاحساس ديالي كان صائب. بدات الشمس كتغرب وهبطت لبلاصه الماكله باش نتعشى. هنا قلت للنائب ديالي وواحد السيد اخر، قلت لهم سيروا شدوا بلاصتي حيت غادي نمشي نعس. داك النهار كنت عيان بزاف وفيا المود ديال النعاس، حيت البارح نعس غير شي 2 سوايع تقريبا. نط مع الصباح مشيت ديريكت لاكابين دومان. تصدمت حيت لقيت النائب او السيد اللي خليته معاه لاصقين مع بعضياتهم
وما قادرينش يتحركوا من كثرة الخلعة. بكثرة الخلعة اللي شاداهم مجمدين في بلاصتهم. سولتهم مالكم اش واقع عليكم؟ قالوا لي كنا جالسين في لاكابين من الوقيته اللي قلتي لنا سيروا شدوا فيها القياده. حتى وصلت شي 4 ديال الصباح وبدينا كنسمعوا الصوت النباح ديال الكلاب. ملي خرجت نشوف الصوت النباح ديال الكلاب منين جاي حتى بانوا لي 7 ديال الكلاب كاملين مسعورين كينبحوا وكحلين، وهاد الكلاب كامله كانت كتخلع. حنا خفنا ورجعنا لاكابين وسدينا عندنا الباب لا يهجموا علينا. بقينا جالسين خايفين حيت ما عرفناش كيفاش هاد الكلاب جاو للباطو وحنا وسط البحر. الكلاب هجموا علينا في لاكابين، جاب الله كنا سادين الباب وبقاو الكلاب كينبحوا. في لحظه حتى خرج فيصل من وسط الكلاب وبقى كيدق الباب بالجهد. الوجه ديال فيصل كان غريب، ما كانش طبيعي، ما حليناش ليه حيت خفنا منه. منظر كان غريب بزاف حيت بحال ما كانش كيشوف الكلاب اللي كانوا دايرين به، كاع ما كان خايف وبقى كيدق علينا الباب، كيدق 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 حتى عيا ومشى في حاله. من وراها حتى الكلاب مشات في حالها. حلينا الباب باش نشوفوا اش واقع، ما لقينا لا كلاب لا فيصل لا والو. سولنا الدراري اللي معنا في الخدمه اللي كانوا قراب من لاكابين، سولناهم واش شافوا فيصل والكلاب. قالوا لينا فيصل ناعس في بلاصتو وما خرجش من بيته بالمره وما شفنا لا كلاب لا والو. والمفاجاه اللي ما كنتش كنتسناها هو ملي مشيت للبيت ديال فيصل باش نفيقو ونسولو، مشيت لبيتو وحليتو، فيصل ما كانش في بلاصتو وما حسيت براسي حتى طحت في الارض ونعست في البلاصه. وخرجت ليا فاتين وبدات كتخنق فيا بالجهد. الى يومنا هذا باقي كنتفكر اش وقع معايا ديك النهار. كنخاف لان هذاك النهار انا متاكد باللي ما كنتش ناعس. وقالت ليا كيف ما حرقتي ليا قلبي يا زكريا قسما بالله حتى غادي نحرق لك قلبك.